التمرين بالجهل هيبني لك عضلات اكتر. لو داخل الفيديو ده فاكر اني هقول لك التمرين بالعلم غلط وان المدرسه القديمه كانت بتعمل عضلات احسن، فانت غلطان، لان ده اصلا ضد مبدئي من اول ما بدات التدريب. دلوقتي كل جيم هتشوف فيه شخص اللي مربط نفسه من كل حته وغالبا بيتمرن تمارين غريبه، ولو سالته بيعمل كده ليه هيقول لك بتمرن بالعلم، وهو اصلا مش عارف ده علم ايه. التدريب بالعلم مبني فعلا انك تكون عارف علوم زي التشريح وعلم الحركه والفسيولوجي وغيرهم من العلوم، وده لازم يبقى عند كل مدرب، لان العلوم دي هي الاساس انك تصمم برنامج ناجح. نيجي بقى للتمرين، هل التمرين بالعلم معناه انك تقعد تتمرن بزوايا غريبه؟ الاجابه ولا. اختيار التمارين اساسي انه يكون مبني على علم، وعلى طول اي مدرب بيحاول يختار التمارين الفعاله اللي بتستهدف العضلات صح. لكن التمرين بالعلم مش بس مبني على اختيار التمارين، لا وكمان على الجدول والخطه اللي انت ماشي عليها، زي انك تتمرن 3 ايام في الاسبوع او انك تعمل تنوع في التمارين. كل الكلام ده واكتر يبان غريب لو سمعناه زمان، لانه كان هيبقى عكس اللي موجود واللي الناس كلها بتعمله، بس هو ده الطبيعي. والتطور بيبان غريب في الاول، بس ده ما يمنعش ان الناس كتير بتستغل التطور ده غلط علشان يعملوا حاجه مختلفه يتشهروا بيها. فقبل ما تتمرن تمرين جديد او تجرب نظام جديد بحجه انها هتبني لك عضلات، حاول تتعلم وتدور على اي معلومه تسمعها، لان مفيش حد 100% صح. وبس كده، نصيحه: اتمرن بالعلم مش بالشكل. وده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.